قنديل بس من اخطر الكائنات البحريه، عنده مخالب بتوصل ل 3 متر. ده مين القنديل ده وهل هو موجود في مصر؟ اسمع القصه. البوكس جيلي فيش، قوه الطبيعه المرعبه في ابهى صورها. مخلوق شكله رقيق جدا، ولكن هيهات يا صديقي، واحد من اخطر الكائنات على وجه الارض. بوكس جيلي فيش او كيبوزوا هو اسمه كده، ويا رب اكون بنطقها صح. ده مش قنديل بحر عادي، اتسمى كده بسبب شكل جسمه المكعب. موجود في الاساس في المياه الساحليه الدافيه، محيط هندي، محيط هادي، وقدر يتطور ويلاقي له مكان في البحار الضحله كمان. مش بس مميز بشكله، لكن سريع ورشيق كمان في البحر. فراري الزتونه هنا بقى هو اخطر الكائنات بسبب مخالبه اللي بتوصل 3 متر وفيها خلايا لاذعه وسامه. بيشل فريسته في ساعتها من القشريات والاسماك. طب والبشر بيسبب ألم شديد، بل وممكن سكتة قلبية وموت في خلال دقايق معدودة. عكس معظم الأناديل، عنده 24 عين مذهلة متجمعة في 4 أعضاء حسية اسمها روبوليا، بتساعده في اكتشاف الضوء والحركة في الظلام. استراليا يا عيني كان ليها نصيب الأسد في تواجد البوكس جيلي فيش. كان في تحذيرات هناك كتير للسباحين، وصلت ان هناك كان في 80 حالة وفاة مسجلة بسبب لسعات. قصة البوكس جيلي فيش واحدة من القصص المرعبة في المحيط، اللي تخلينا نقدر بعمق شبكة الحياة المعقدة تحت المية. فلو صادفك وقابلته خد حذرك وابعد عنه. دي أغنية دي. دمت بسلام يا صديقي. لو لسعك البوكس جيلي فيش او اي قنديل، عارف الاحتياطات والاجراءات اللي لازم تعملها على طول ايه؟ ولا اقولك الحلقة الجاية؟